مكرونه وفلفل الوان وكبده وكل ده بكام؟ ب 55 جنيه الطبق ده الترند بقى رقم واحد هنا، مشهور قوي في المطعم، مشكل لحوم. طعم الجبنه جامد جدا جدا. ده سندوتش ايه ده يا مينا؟ سندوتش جنب وشي عامل ازاي؟ يا مساء الفل عليكم وحلقه جديده من ترند الترندات. احمد ومينا وكالعاده ترند جديد، والترند على فين يا مينا؟ احنا في قلب شبرا مصر، شبرا مصر ومطاعم شبرا مصر. في مطعم مكسر الدنيا وبيقول لك عنده طاسات وعامل حكايات كده غريبه قوي. وعامل ميكسات كتير حلوه. عم جوهر اليافطه ورانا. عم جوهر لو انت عايز تعرف تيجي شارع الخلاط بره عند العطار عند عطار حمزاوي. خش شارع الخلاط 3 شارع الخلاط، في عطفه كده صغيره، اول ما تخش العطفه هتلاقي ونحب هنا نقول لكم ان العنوان متسجل على اللوكيشن على الخريطه جوجل، تقدروا تيجوا من اللوكيشن بمنتهى السهوله. بس انا متشوق اعرف الاصناف اللي عند عم جوهر يا مينا. يلا بينا. عم جوهر ماسك الطاسات، يلا نشوف الطاسات يلا بتاعت بينا يا عم عم جوهر. مينا. تعالوا بص اللوكيشن موجود فين. هتخش من شارع شبرا، تدخل عطفه صغيره كده، طريق مقفول، تلاقي عم جوهر قدامك على طول. يلا بينا يا مينا ندخل، وكمان في ديكور وشوايه. يلا بينا. يلا بينا. ترند الترندات، بنعيش احلى اللحظات. ولسه مكملين معاكم احمد ومينا ترند الترندات، احلى الحاجات. دايما بنجيب المميز، وزي ما قلنا لكم احنا فين النهارده يا مينا؟ قلب شبرا. عم جوهر عامل قلبان بالطاسات بتاعته، قلنا هنجرب تشكيله الطاسات اللي عند عم جوهر، وبرضه عنده سندوتشات. هنشوف كل المنيو اللي عنده، خليكم معانا. وطبعا بصراحه نحب برضو نعرف الناس عم جوهر يا جماعه، رغم ان المكان بتاعه مستخبي شويه، بس عنده قاعه اندور اللوكيشن مكيفه، حلوه قاعه محترمه جدا. اندور شكلها حلو زي ما انتم شايفين قاعه شيك جدا جدا. يعني شكلنا هنرشحه بقوه، بس بعد ما ندوق الترند بتاعه شكله ايه ما تروحوش في اي حته. يلا بينا. ورجعنا لكم تاني ترند الترندات، احلى الحاجات في كل الاوقات. احمد ومينا وعم جوهر، والحلو وصل يا مينا. جبنا ايه بقى؟ عم جوهر الاكل عنده شكله حلو قوي وريحته حلوه قوي، ناقص بقى ان احنا ندوق ونستطعم. هندوق يا مينا اول حاجه. بس اول حاجه معانا المكرونه بالكبده، خش اشهر يا حاجه مايكل بيعملها. خش. ده حجم المكرونه مكرونه بالصلصه عليها كبده. كميه الكبده انا شايفها كويسه. بص كميه الكبده حلو. والصوص بتاع المكرونه مكرمل وشغل عالي. ندوق الكبده لوحدها كده الاول. يلا بينا. وانا زيك يا مينا. ممتازه. ممتازه فعلا. كبده حلوه، تقطيعتها حلوه، السوا بتاعتها حلوه قوي قوي قوي. تبلها بقى بالثوم وطماطم، ويعني فيها طعمه كتير. يلا بينا يا مينا. مكرونه بقى بتاعتهم. مكرونه بالكبده من عم جوهر يا جماعه. طب ما شبرا مصر حلوه ايه يا مينا؟ مكرونه وفلفل الوان وكبده وكل ده بكام؟ ب 55 جنيه الطبق ده. 55 جنيه مكرونه بالكبده، مكرونه طعمها حلو بيتي جدا، وقرب لسعر الكشري. شغل عالي. الاكل هنا يعني بيتميز، انا حاسس صراحه الاكل نظيف يعني. تعالى كده يا مايكل. بصوا يا جماعه، دي معلقه ميكس اهي. دي كده الخلطه كلها، المكرونه بالصوص بتاعها بالكبده بالفلفل. يلا بينا. نوع المكرونه حتى اللي بيستخدموه تحسه مكرونه كويسه، لا نديها 10 من 10 المكرونه. مكرونه بالكبده تستاهل. طبعا احنا جايبين لكم اصناف كتير من عم جوهر، عشان كل الناس اللي بتتكلم عن عم جوهر جبنا لكم كل الترند اللي عنده. فلو ناويين تكملوا معانا الحلقه يعملوا ايه يا مينا؟ لايك بقى وشير سبسكرايب، اشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. ترند الترندات احمد ومينا. يلا بينا. تعال نشوف ايه تاني. تعال يلا بينا. وكالعاده لسه مكملين معاكم من عند عم جوهر في شبرا مصر. وقرب يا مايكل. ومشكل ايه ده يا مينا؟ ده الترند بقى رقم واحد هنا، مشهور قوي في المطعم، مشكل لحوم. طاسه ميكس مشكل لحوم بالموتزاريلا، طاسه سخنه مولعه. سجق وبسطرمه وسوسيس وجبنه موتزاريلا. بصوا الجبنه. اديني وانا اضيع يا مينا. شكلها مغري. هو طبعا بيجيب لك معاه عيش فينو، برضه فكره برضه جديده، اول مره اشوف مطعم يقدم عيش فينو مع الاكل.
العيش حلو، العيش طارق حلو. ايه طعم الجبنه، طعم الجبنه جامد جدا جدا. ده حلو قوي. لا انا هجرب بالفينو امينه زي ما هو قال لنا. مشكل لحوم سجق ده ترند جامد قوي يا جماعه. وبسطرمه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ كل ده وسط الجبنه بقى. تعالى بقى نشوفه بالفينو ده يا مينا. ناخد حته كده يعني. يلا. اختراع حلو قوي. تحس انت عايز تجيب عيش وتعمله سندوتش تاكل وتتبسط. مشكل اللحوم فكره جميله قوي. سجق وبسطرمه. قرب كده معاك. سوسيس. السجق شكله حلو قوي. السجق ريحته بلدي، عايز اقول لك ريحته حلوه. هو الطبق كله ريحته حلوه، حتى الجبن برضو مش مجرد موتزاريلا بس، لا ده تحس ان هي في تشكيله جبن. تحس ان هو مدي طعم يا دوب، انت مش محتاج تحط ولا ملح ولا اي حاجه، هو الطعم مظبوط. السجق حلو جدا. انا دقت الجبنه البسطرمه طبعا، ريحه البسطرمه طبعا. جميل. ندوق السجق. بص السجق جميل جمال ملوش مثال. ايه دي جامد بجد يا جماعه، فكرته حلوه قوي قوي قوي. طعم السجق مميز قوي. طعم السوسيس حلو جدا. بسطرمه مع الجبنه الموتزاريلا موديه الطاجن في حته ثانيه. بس كده لا، لسه مكملين معاكم. عم جوهر عنده اصناف كتير. بكام ده يا مينا؟ سعره 130 جنيه مشكل لحوم. هو طبعا فكره الطاسات اللي بيقدمها، هو الطبق على فكره مش بلاستيك، هو طبق طاسه كده يعني. طبق فخار. فخار عشان يفضل الاكل سخن. فجبار. جبار ومشبع جدا. بيقول لك عنده سندوتشات بقى مكسره. لا ما تحرقش المفاجاه. استنونا ما تروحوش في اي حته. في سندوتشات. يلا بينا. ورجوع سريع لاحمد ومينا مع اقوى سندوتشين من عم جوهر. بص السندوتش تشيكن رانش. بص يا جدعان السندوتش قد ايه. ده سندوتش ايه ده يا مينا؟ السندوتش جنب وشي يعمل ازاي. قد ايه هو اسمه ايه الاول؟ ده تشيكن رانش. بس حجم العيش هنا. انا اللي معايا ده اسمه عم جوهر. عم جوهر. بص يا جدعان السندوتشات هنا عامله ازاي. غرقان صوص. ده عم جوهر بقى، ده اختراع عجيب بقى. حاطط لك قطع كابوريا على ده بقى يا جماعه في كابوريا هنا. بصوا على قطع سوسيس. كابوريا مع سوسيس مع صوصات. واديني وانا ضايع. وده تشيكن رانش. طب يلا نشوف. بص يا جدعان العيش قد ايه. بصوا حجمه قد ايه. العيش كويس. العيش طازه. ويلا يا مينا. يلا ندوق الرانش. قول لنا رايك ايه في التشيكن رانش. جبنه سايحه وموتزاريلا انا شايف. هي قطع فراخ عاملينها بصوص حلو قوي مع الرانش. جبار. تعالى بقى ندوق اختراع عم جوهر. سندوتش على اسم المطعم. عم جوهر سندوتش الكابوريا مع السوسيس مع الفلفل مع. بس اقول لك ميزه الرانش هنا ان هو طعمه حلو. يعني في مطاعم تيجي تدوق الرانش تلاقي لاذع كده حادق، لا هنا طعم الرانش انت قادر يعني. تعالى معايا يا مايك. هوبا بقى. تعالى كابوريا يا مايك. ده ايه دي يا جماعه؟ كابوريا وسوسيس. انا مستغرب الميكس يعني. الميكس نفسه اول ما سمعت. واسم السندوتش على اسم المكان عم جوهر، يعني هم عارفين هم بيعملوا ايه المفروض. فازاي بقى كابوريا مع سوسيس ديت جديده شويه. ايه الميكس طلع. عايز اقول لك يا مينا ان طعمه جامد جدا 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 جدا. والرانش برضه انا عايز اقول لك لو دقته جبار. سندوتش محترم يعني، حجمه حلو قوي. اختيار موفق. بالتالي الجعان ياكل سندوتش. هو سندوتش واحد وكفايه كابوريا مع سوسيس. ده سوسيس. بص القطعه سوسيس. خش يا مينا. بص القطعه عامله ازاي. بجد رشحه لكم بقوه وهو جامد جدا. فانا بقول يا مينا ناكلهم وبعدين نرجع لهم تاني. يلا بينا. يلا بينا. وفي نهايه الحلقه يا رب تكون عجبتكم تجربه جديده عم جوهر في شبرا مصر. ورايك ايه يا مينا بمنتهى الامانه؟ انا اجمل حاجه عجبتني المشكل الجبن، يعني مشكل اللحوم اللي بالجبن عجبك. جبار يا جدعان. اختراع. انا اول مره ادوق حاجه بالجمال ده.
السندوتشات بتاعته حلوه قوي. اسعار السندوتشات اصلا، السندوتشات اللي احنا جبناها دي تصدق سعرها 80 جنيه يعني يا بلاش يا جماعه سوسيس كل السندوتش ده. وكابوريا يعني بصراحه. الجوده هنا رائعه. الطباخ اللي شغال جوه اكله نفسه حلو فعلا، الاكل طعمه حلو. انا برضو يا مين عجبني المكرونه اللي بالكبده بصراحه. 55 جنيه طاجن مكرونه بالكبده، بصراحه كان طعمها حلو قوي 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 يعني. يعني هو تجربه قويه للي عايز يجي يجرب عم جوهر في شبرا مصر. بنرشحه لكم انا ومينا بقوه. يا رب الحلقه تكون عجبتكم ونكون قدمنا لكم شيء مختلف. يا بخت سكان شبرا بعم جوهر. بالمطاعم الكتير اللي موجوده. مطعم عم جوهر اصل الطاسات طعمها حلو قوي، ارشحه لكم بقوه. ترند الترندات احمد ومينا. احلى الحاجات في كل الاوقات. لايك وشير وسبسكرايب ورايكم في الكومنتات وسلام. سلام.